في مملكة الأعداد كان في نوعين. الأعداد الأولية ما بتتقسمش إلا على نفسها وعلى العدد واحد، والأعداد المركبة بتتقسم على أكتر من عدد والعدد واحد. كان الملك مختلف عن الكل. الأعداد الأولية زي 2 و3 و5 و7 كانوا أبطال المملكة، أما الأعداد المركبة زي 4 و6 و8 و9 فكان ليهم دور مهم برضه. وفي النهاية كل الأعداد عاشت مع بعض، وكل واحد ليه قيمة خاصة. لكن الأعداد الأولية فضلت دايما الأبطال اللي بيبنوا أساس الرياضيات. أهلا بيكم حبايب قلبي. وبعد ما نسمعنا للقصة بتاعتنا الجميلة، نقدر دلوقتي نتعرف على فكرة الدرس بتاعتنا، ألا وهي تحليل العدد لعوامله الأولية. وزي ما سمعنا في القصة بتاعتي يعني إيه عدد أولي، وتعالى نعرف مين هم الأعداد الأولية. ولو أنت أول مرة تسمعني، أنا مس رانيا فتحي، بقدم الرياضة بطريقة ممتعة وسهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ. زي ما سمعنا في القصة إن العدد الأولي ده يعني عدد بيقبل الاسم على نفسه على الواحد الصحيح. زي مين عندي؟ قال لي زي 2 و3 و5 و7 وال11 وال13 وال17 وال19 وال23 وال29 إلى ما لا نهاية. دي الأعداد الأولية اللي أنا هشتغل بيها درس النهاردة، وكل الدرس بتاعي معتمد عليها. والدرس كمان الجاي اللي هو المضاعف المشترك الأصغر معتمد أيضا على الأعداد الأولية. ويلا بينا ناخد أول سؤال. أول سؤال بيقول لي معايا حلل العددين 20 و15 ثم اوجد عين ميم ألف وميم ميم ألف ومثل بشكل فن. الجزء الأول من السؤال احنا أخدناه السنة اللي فاتت في سنة 5، وعرفنا ازاي بنحلل عن طريق الشجرة. فأول حاجة يا ميس أنا هشتغل فيها هو تحليل ال15 وال20 زي ما أخدت السنة اللي فاتت. تعالى نبتدي نحلل ال20 وال15. ولما باجي أحلل بحلل على أعداد أولية، فهاجي أمسك ال20 وأقول كام في جدول الضرب يديني 20. هقول له عندي 4 في 5 تديني 20. طب لو ولد تاني قال 2 في 10 هي صح، يبقى أي حاجة تديني 20 ما عدا الواحد في ال20 ما باخدش الواحد. ببتدي أشوف مين فيهم اللي عدد أولي ومين اللي مش عدد أولي. العدد الأولي ياخد براءة ونحط عليه دايرة. هاخد ال5 ده عدد أولي فهحط عليه دايرة. ابتدي امسك ال4 واحللها، لان ال4 مش عدد أولي، يبقى ال4 عندي بتمثل 2 ضرب ال2. يبقى ال2 ده عدد أولي وال2 التانية عدد أولي، احط عليهم دايرة. الدايرة بتاعتي هحطها على الاتنين والاتنين لأنها أعداد أولية. كده أنا خلصت ال20. تعالى نبتدي نحلل ال15 بنفس الطريقة. كان في جدول الضرب يديني 15، يبقى 3 ضرب ال5. ال3 ده عدد أولي وال5 كمان عدد أولي. الجزء التاني من السؤال بيقول لي أنا عايز عين ميم ألف. ما المقصود بعين ميم ألف؟ يعني العامل المشترك الأكبر. والعامل المشترك يعني انت بتدور على العدد اللي اتكرر هنا واتكرر هنا وتاخد منه واحدة بس. فلما اجي اشوف اللي اتكرر معايا هلاقي ان ال5 اتكررت وال5 اتكررت، مفيش حاجة تانية. يبقى انا عندي العين ميم ألف هو بيساوي ال5. ويعني ايه عين ميم ألف بتساوي ال5؟ يعني العددين 15 و20 يقبلوا الاسم على ال5. تاني جزء في السؤال بيقول لي وهات كمان الميم ميم ألف. يعني ايه ميم ميم ألف؟ يعني المضاعف المشترك الأصغر. وكلمة مضاعف مشترك أصغر يعني خد المشترك والغير مشترك. فأنا اللي اشترك معايا هنا ال5 فهنزلها مرة واحدة. تعال نشوف مين اللي ما اتكررش. ال3 ما اتكررتش هنزلها، وارجع اخد كمان ال2 ما اتكررتش انزلها، واخد كمان ال2 التانية وانزلها، وابتدي اضرب. 2 في 2 تديني 4، 4 في 3 تديني 12، 12 ضرب 5 تديني 60. يبقى المضاعف المشترك بتاعي هو ال60. وما معنى كلمة المضاعف؟ يعني العدد اللي انت طلعته يقبل الاسم على ال15 ويقبل الاسم على ال20. وده كان الفرق ما بين العامل المشترك الأصغر والمضاعف المشترك الأكبر. تاني حاجة بيقول لي مثل الكلام ده بشكل فن. شكل فن يعني ايه؟ يعني ارسم دايرتين بيعبروا عن العدد. تعالى بينا نبدأ نرسم الدايرتين. هبتدي ارسم دايرة تمثل العدد الاول اللي هو ال15،
والدايرة التانية بتمثل العدد التاني اللي هو عندي كان بيساوي قيمته 20. وهبتدي أسمي الدايرة الأولى بال15 والدايرة التانية تساوي 20. يبقى الدايرة الأولى دي بتمثل عندي العدد 15 والدايرة التانية بتمثل عندي العدد 20. ببتدي أكتب في النص هي قيمة العامل المشترك الأكبر، يبقى أنا في النص بحط قيمة العامل المشترك الأكبر. والعامل عندي هنا زي ما أنت شفت طلع معاك ال5، فابتدي أحط هنا ال5 في النص. لازم أكمل بقية الدايرتين. تعال نرجع للعددين. أنا خدت من ال15 عندي ال5، يبقى اتبقى منها ال3. أبتدي أحط في الدايرة بتاعة ال15 ال3. وخدت من ال20 عندي ال5، اتبقى عندي الاتنين والاتنين. اوعى حد يقول لي احط الاربعه، لا انا بحط جوه هنا اعداد اوليه، يبقى هنا الاتنين وهنا الاتنين. كده اللي انا عملته ده اسمه شكل فن. شكل فن عبرته عنه بالعددين بدايرتين، وحطيت في النص هو العامل المشترك الاكبر. تعال نشوف المثال رقم 2 هيعلمني فيه ايه. في الجزء الثاني عندي هنتعلم دلوقتي كتابة التعبير العددي باستخدام العامل المشترك الأكبر. تعال نشوف. والسؤال عندي بيقول لي إذا كان لديك 6 ثمرات من التفاح و4 ثمرات من الخوخ، فما التعبير العددي الذي يعبر عن أكبر عدد من الأكياس المتماثلة التي يمكن تكوينها من التفاح والخوخ؟ تعال الأول نفهم يعني إيه كلمة هات التعبير العددي وكون أكبر عدد. أكبر عدد المقصود بيها هنا هات العامل المشترك الأكبر وابتدي يكون تعبير عددي. طب التعبير العددي دي عندي ليه شكل معين؟ يا ميس ليه شكل معين. شكله بيبقى عبارة عن ايه؟ قال لي شكله بيبقى عبارة عن عدد محطوط قدامه قوس، القوس ده جواه زائد، وهنا في رقم وهنا في رقم. الرقم اللي بره ده هو بيمثل العامل المشترك الأكبر. طيب والرقمين اللي جوه، الرقم الأولاني بيمثل الصنف الأول والرقم التاني بيمثل الصنف التاني. يعني الصنف الأول هنا عندي تفاح والصنف التاني عندي خوخ، فببتدي أكون تعبير عددي منهم. تعال نبتدي نحل المسألة. همسك ال6 بتاعت التفاح وال4 بتاعت الخوخ وابتدي أحللهم بالشجرة. همسك أول حاجة عندي هنا 6 ثمرات واكتب فوق ال6 دي إن هي بتمثل عندي التفاح، وامسك كمان الأربعة وابتدي أعملها واكتب فوق منها إن دي بتمثل الخوخ. تعال نحل ال6 ونشوف هنعملها ازاي ونحللها بطريقة الشجرة. همسك ال6 بتاعتي وابتدي أفكها لعواملها الأولية. إن ال6 عندي بتمثل الاتنين والتلاتة، والتلاتة عدد أولي والاتنين كمان عدد أولي. تعال نمثل الأربعة بتمثل الاتنين والاتنين، والاتنين عدد أولي. طيب فاضل دلوقتي دور إن أنا أجيب أكبر عدد. أكبر عدد المقصود بيه هنا هات العامل المشترك الأكبر. هبتدي اجيب اكبر عدد وبين قوسين اقول له ان اكبر عدد ده اللي انت عايزه من الاطباق او الاكياس هو معناه هات العامل المشترك الاكبر. تعال نشوف ايه اللي اتكرر هنا وهنا. هلاقي ان اللي اتكرر هنا وهنا الاتنين، فهاخد منه واحدة بس وابتدي اكتب التعبير العددي بتاعي زي ما انا علمتك شكله. اول حاجة يا ميس هكتب الاتنين اللي بره اللي هو العامل المشترك الاكبر، وابتدي افتح قوس واقول له جواه هنا زائد، وانا عارف ان الجزء الاول ده بيمثل التفاح وان التاني بيمثل عندي الخوخ. التفاح لما خدت منه الاتنين اتبقى عندي التلاتة، فانا هكتب هنا 3. والخوخ لما خدت منه الاتنين اتبقى عندي في التحليل بتاعه 2. تعال نترجم اللي احنا كتبناه. معنى كده ان انا عندي عدد الاطباق اللي انا هكونها طبقين، كل طبق فيه 3 تفاحات و2 من الخوخ. يبقى انا لو عندي عزومة وماما عايزة تعمل عزومة عليها هتعمل طبقين لفردين، كل فرد هياخد في الطبق ده 3 تفاحات وهياخد 2 خوخ. تعال نحل أسئلة بزيادة علشان نقدر نفهم الدرس. من سؤال اختر اللي قدامي ده هتعلم أسئلة مختلفة عن الدرس وازاي اقدر احلها. انا عندي هنا 14 في 3 زائد 7. يعني ايه هات نقط واحدة؟ يعني هات الإجابة مباشرة. طب أنا كل اللي هعمله هجمع اللي جوه القوس ونشوف الإجابة بتاعته كام. 3 زائد 7 هتديني 10. تعال نبتدي نضرب 10 في 14 هتديني عندها كلها 140.
السؤال اللي بعديه بيقول لي 9 مضروبة في 5 زائد 4 زي السؤال اللي فوقيه. ابتدي اجمع اللي جوه القوس الاول. 5 زائد 4 تديني 9، 9 في 9 هتديني 81. تعالى نجمع اللي جوه القوس. 2 زائد 5 هتديني 7، 7 ضرب الأربعة هتديني 28. يجي يقول لك عين ميم ألف للعددين 16 و32. يعني إيه؟ ابتدي شوف العدد الصغير، في حاجة في ال 16 تديني 32؟ يا ميس ال 32 قد ال 16 مرتين، يعني 16 في 2 ب 32، يبقى العامل المشترك ما بينهم هما الاتنين ال 16، يعني ال 16 تحب نفسها وال 32 تحب ال 16. ميم ألف للعددين 12 و24. هنسأل برضو الصغير، في حاجة في 12 تديني 24؟ يا ميس في. طالما اجابتي يبقى انا هاخد العدد الكبير، لان احنا اتفقنا ان المضاعف المشترك الاصغر بيبقى عدد كبير، اما العامل المشترك الاصغر يعني العدد الصغير اللي هم يقبلوا عليه، اما المضاعف يعني بدور على عدد يقبل على العددين اللي قدامي. العدد 9 ونقط أوليان فيما بينهما. يعني إيه كلمة أوليان فيما بينهما؟ يعني بنعاملهم معاملة الأعداد الأولية، يعني العامل المشترك ما بينهم يا حبيبي هو الواحد، وإن المضاعف المشترك الأصغر ما بينهم حاصل ضربهما. يبقى احنا لو جينا نشوف التسعة والتلاتة هلاقي ان التسعة بتقبل على التلاتة. طب التسعة والاربعة مفيش حاجة في اربعة تديني تسعة، يبقى الاربعة والتسعة اعداد اولية فيما بينهما. هتيجي تقول لي طب ما التسعة وال12 مفيش حاجة في 9 تديني 12. هقول لك بس التسعة وال12 بيحبوا الاسم على التلاتة واشتركوا في جدول تلاتة. كذلك التسعة وال27، ال27 تقبل الاسم على التسعة، لأن 9 في 3 تديني 27. طيب يبقى احنا عرفنا كده يعني ايه اعداد اوليه فيما بينهما. طيب بيقول لي هنا 6 زائد 4 لو ضربتها في كام يطلع لك الاجابه 30. ابتدي اجمع اللي جوه القوس. هنا يديني 10، 10 في كام يا حبيبي؟ يديني 30. 10 يا ميس في 3، يبقى الاجابه بتاعتي 3. التعبير العددي الذي يكافئ 2 ضرب 3 زائد 4. هنا بيقول لي فك التعبير ده، وعشان افك التعبير ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا امسك الاتنين اول مره اضربها في الصنف الاول اللي هو 3، زائد الاتنين اللي بره دي اضربها في الاربعه، يبقى كاني وزعت الاتنين على التلاته ووزعتها كمان على الاربعه. فين هنا اللي يكافئ عندي التعبير العددي اللي انا كتبته؟ طبعا الاختياري رقم 3. تعال نشوف اللي بعد منه. 12 في 6 زائد 5 نفس الوضع، بيقول لي كون التعبير العددي، يعني انا همسك ال 12 اضربها في الستة، وامسك ال 12 اضربها في الخمسة، وبينهم زائد. تعال ندور على الكلام ده. 12 مضروبة في 6 زائد 12 مضروبة في 5، وده الاختياري الاول. لاحظ هنا في الاجابة الثانية مضروبين جوه بعض، لكن عندي هنا ما بينهم ناقص وانا الشرط يبقى بينهم زائد. هنا الثلاثة مضروبين في بعض، طبعا الكلام ده لا يصح وما ينفعنيش. هنا مجموعين جوه ما بينهم الضرب، طبعا الكلام ده غلط. والتعبير العددي عبارة عن اضرب العددين كل واحد جوه القوس وبينهم زائد. إذا كان لديك 8 قطع من الشوكولاتة و6 علب من العصير، فإن التعبير العددي الذي يمثل تحضير أكبر عدد من العبوات المتماثلة دون أن يتبقى باقي منهم. تعال نشوف. التمانية والستة هما الاتنين العامل المشترك ما بينهم الاتنين، يبقى أكبر عدد عندي الاتنين. فاضل إن أنا أكون تعبير العددي، يعني القوس بتاعي جواه العددين وما بينهم زائد. فين الكلام اللي موجود فيه ضرب بره القوس وجوه زائد؟ هلاقي الاختياري الأول. بعد كده هناخد مسائل للواجب، وتعالى نشوف مسألة الواجب. أسئلة الواجب بتقول لي هنا جمع التلميذة 15 كيس سكر و6 زجاجات زيت لتحضير الكراتين. نفس الفكرة، عايز يجيب أكبر عدد من الكراتين ويمثل تعبير عددي. السؤال الثاني بيقول لي اوجد عين ميم ألف وميم ميم ألف للعددين، وهات من خلال شكل فن اللي قدامك. وبكده نكون خلصنا من حصة النهاردة، واشوفكم هناك إن شاء الله. وما تنساش لو انت عايز أي حاجة أو عايز تتعمق بزيادة في الدرس ابعت لي على رقم الواتساب، واشوفكم هناك الحصة الجاية.